السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك ما جاي عليك وقت من كتر التفكير ما انتش عارف هتعمل ايه؟ تلاقي دماغك وقفت وما انتش عارف تفكر، قرارات كتيرة قوي في دماغك وما انتش عارف تاخد انهي قرار. الموضوع والمشكلة ان كل القرارات شبه بعضها، يعني انا هعمل، انا هجيب، انا هسوي، وفي الاخر بتلاقي نفسك واقف حيران ما انتش عارف تعمل ايه. احنا وصلت، انا الواحد بيشوف حاجات فيها حيرة كتير، والحيرة موجودة يعني انت مش عارف تاخد قرار. الايام بقت صعبة، في حاجات كتير بتقبلها وبتعديها بمزاجك، وحاجات بتشوفها ومش على هواك ومش عاجباك، ومع ذلك انت بتعدي الايام وبتمشي الدنيا. نفسك تاخد قرار بس معكش الادوات انك تاخد القرار دوت. نفسك تبقى احسن واحد بس المقومات اللي حوالين منك كلها ما بتساعدكش انك تبقى احسن واحد. بتجتهد، بتجري، بتروح، بتيجي، وربنا سبحانه وتعالى في الاخر هيوفقنا يعني ان شاء الله. بس انا حبيت اخد رايكم. عمرك حطيت نفسك في وضع انك مش عارف تاخد قرار في اي حاجه؟ كل حاجه حوالين منك بتشتت نفسك فيها، شمال ويمين، ومش عارف تاخد اي قرار، دماغك واقفه من كتر التفكير. كل المقاومات اللي حوالين منك مش مساعداك على كده يعني. علقوا لي وقولوا لي، بيحصل معاكم كده ولا انتوا، ولا انا شاذ، ولا انا موضوع مش فاهمه ولا ايه؟ يا رب يهدينا ويصلح حالنا وينولنا القرار الصح، ويرزقنا ويبارك في صحتنا وفي صحة أولادنا، ويرزقكم ويبارك في صحتكم. وقولوا لي، بيمر عليكم الكلام ده برضو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.